السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده كده جايه اوريكم الزرع بتاعي. اشتريت كل الزرع ده ب10 جنيه. ايوه، انا دايما اقول لكم كده، كل حاجه جديده انا بعملها. جبت زرع جديد للبلكونه عندي، اللي متابعيني وعارفين الزرع بتاعي. جبت زرع جديد للبلكونه عندي ب10 جنيه، 5 قصاري زرع، الواحده ب2 جنيه. جبت الوينكة، انتوا عارفين كنت مصوره لكم فيديو قبل كده بالوينكة اللي عندي اللي هي دي. بتفرع وحلوة قوي قوي، زورها حلوة. انا حبيت بقى ان انا اجيب الوانها كلها. انا جبت اللي هي ديت، بصوا الفوشيا دي الواحدة كان فيها 2، اللون الفوشيا واللون البينك ده كنت بدور عليه. وكمان جبت بقى هنا اللي هي لونها ابيض دي، بصوا تحفة جميلة جدا جدا جدا. وكمان جبت هنا نبات اهو، ده حي علم او قطر الندى زي ما يسموه. بصوا بيطلع زهور بتفتح بالنهار وبتقفل بالليل. اهو هنا هو بدأ مطلع كده اهو، بيطلع زهور حلوة كده بتفتح بالنهار وبتقفل بالليل. وكمان جبت الكاليوس او السجادة المتعارفة يعني عليها اهي. كل قصيص من ده ب2 جنيه بقاله كده يعني. انا صورتها لكوش على طول، قعدت معايا فترة كمان. بصوا حلو ازاي وكبر، والزرع ما شاء الله اهو. كل الزرع ده ب10 جنيه، شايفين؟ 5 قصاري زرع. كمان ده سهل ان انا رعايته، سهل ان انا اخد منه. وبقص كده فرع، بقصه كده بيكون في ورق، واشيل الاوراق من السفلية من تحت، وببدأ ان انا احطه كده في قصاري كده زرع اهو، شايفين؟ بصوا بدأت كده اهو، حطيته كده هنا اهو. وكمان عملت منه كمان واحدة اهي، وبدأت تطلع اهي، شايفين؟ شغالة وبتطلع وردة اهي. بيطلع ورد احمر كده، بيفتح بالنهار وبيقفل بالليل. شايفين جميلة وكبرت اهي، وبدأت تطلع. بعرف منين انها تفاعلت اهي، بدأت تفتح الورد. وبيبدأ ببص على الصغير، الشكل الصغيرة كده بتبدأ تطلع ورق صغير، معناها انها بدأت شغالة وما ماتتش. بقالها معايا هي بتاع اسبوع، 10 ايام كمان. تحفة حلوة قوي اهو. بصوا نبات الكامل، القصيص مش صغير ومش كبير اهو، شايفين شكله؟ كنت حابه اجيب الوانها، لسه في اللون النبيتي هدور عليه وهجيبه. شايفين الشكل؟ تحفه بصراحه، حلوه قوي قوي قوي. قريب قوي هعمل لكم جوله في المشتل كمان علشان تشوفوا الانواع الزرع اللي عندهم. سألتوني قبل كده وانا خدتكم جولة. المشتل ده في منطقة ايه، تركبوا المترو، تنزلوا اخر محطة المنيب، بتركبوا العربيات اللي هي بتروح الحومدية. العربيات ديت في منها من اول المانيال لحد وابو النمرس، كل دي مشاتل لحد الحومدية. مشاتل كتير قوي، اسعار رخيصة، الناس كويسة جدا ومحترمة والتعامل حلو، وناس غلابة جدا بصراحة. يعني من انا ما فصلتش في اسعار ولا اي حاجة. هي ده سعر الشالية ب2 جنيه، لان هما طبعا يعني ايه، الاسعار حلوة والناس غلابة، يعني مش بيرضوا باي حاجة. بصوا كمان عايزين صورة، والله بحبها جدا. الزرعة دي سهلة في رعايتها جدا، ما بتاخدش يعني مجهود. بتطلع ورد كتير. الورد ملوش ريحة على فكرة، بس بيبقى يعني منظر جمالي للبلكونة بتاعتك. زي كمان النبات دي اللي هي انا الصبار الاسرائيلي او قطر الندى، بس انا ما بحبش اقول عليه صبار اسرائيلي، بسميه قطر الندى او حي علم. بتطلع زهور برضو حلوة كده حمرا.
وسهل التكاثر وبيطول وبينزل كده، يعني عايز يترفع في مكان عالي هينزل كده. لكن انا مش راضيه احطه على سور البلكونه، العصافير بتحبه جدا فاهمني. اهو كده بصوا جمال المكان والحلاوه. اشوفكم بقى في فيديو تاني جديد وقريب قوي، اعمل لكم جوله في المشتل تقدروا ان انتوا تشوفوا كمان انواع الزرع اللي عندهم.